ايه هي المبيدات وبتتكون من ايه؟ المبيدات هي مواد كيميائية معمولة مخصوص عشان خاطر تقتل الحشرات، وبتتكون من أكتر من حاجة. رقم واحد المادة الفعالة، كل مبيد ليه المادة الفعالة بتاعته اللي هو السم اللي مسؤول عن التسمم في الحشرات، اللي هو بمعنى صح بيقتل الحشرة. اتنين المواد الحاملة، المبيد مش بيبقى موجود لوحده أو مش بيبقى موجود بصورة خام، بيبقى فيه مادة حاملة ليه زي المية أو بعض الزيوت أو البودر. رقم ثلاثة المواد المساعدة، المواد دي كل هدفها إنها تساعد المبيد في الانتشار بشكل أفضل وفي الثبات والالتصاق بالنبات بشكل اعلى. رقم 4 المواد المثبته، والمواد دي كل هدفها انها تثبت المبيد اكبر فتره ممكنه في الطبيعه بدون ما يتكسر، علشان الحشره لما تيجي تتغذى على النبات تلاقي المبيد ثابت ومستقر، فبالتالي تتاثر بالمبيد فتموت. رقم 5 المواد المخففه، الماده الخام مش بتترش كماده خام، حتى بعد ما تتجاب ويضاف ليها الاضافات بتاعتها ما بتترشش خام، لازم تتخفف الاول عشان اقدر انشرها بشكل كويس وعلى مساحات كبيره بالتركيز المظبوط اللي يقتل الحشره بدون ما يضر الانسان. عشان كده لما بنيجي نكافح حشره مش لازم نستخدم نفس المادة الفعالة، ممكن نستخدم مادة فعالة مختلفة، أو ممكن نستخدم مواد مساعدة مختلفة، أو ممكن نستخدم مثبتات مختلفة. نجاح عملية المكافحة مش مرتبط بالمبيد بس، مرتبط بحاجات تانية كتير جنب المبيد لازم تبقى موجودة عشان المكافحة تبقى عملية متكاملة.